وادي النتيجة النهائية. دوق بقى معايا ما شاء الله تحفة. والله احسن من بتاع بره، والله العظيم احلى من بتاع بره. شايفاه عامل ازاي؟ تعالوا افطروا معايا ويا رب الفيديو يكون عجبكم. حاجه بسيطه من البيت احسن من بره. صلوا بينا على النبي كده وشجعوني باللايك والشير. ده البخار اللي ورايا ده معلقه على حاجات على النار. شجعوني باللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا خشوا شوفوا طريقتي في عمايل الفول عامله ازاي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستنوني في فيديو جديد. ويلا خشوا كملوا الفيديو بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بالله عليكم تخرجوا من الفيديو الا لما تكملوا للاخر وتعملوا لي لايك ومتابعه او اشتراك. صلوا بينا على النبي كده يا جماعه. احنا طبعا عارفين ان الدنيا كلها بقت غلا، واللي ماشي بيته دلوقتي يعني ربنا يكملها بستر على الناس كلها. اسعار بقت فوق فوق فوق. خلاص قطعنا اللحمه، قطعنا الفراخ، هنقطع ايه تاني؟ حتى الجبن غاليه. بلاتة البامبرز النهارده بسأل عليها المولوفيكس ب300 جنيه. يعني اللي عندها اطفال دي ربنا يكون في عونها. يعني عشان نجيب حاجه رديئه او حاجه متوسطه بتعمل تسلخات وبتعمل حاجات كتير، وفي الاخر هنعالج بمراهم برضه، وهي برضه المصاريف. فالدنيا بقت صعبة ومحدش عارف بقى يعمل ايه. فربنا يعين كل واحد على حاله. صلوا بينا على النبي كده وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا النهارده اهو فول. حتى الفول غالي، اقسم بالله الفول غالي. الفول ب37 جنيه الكيلو، ب37 جنيه. جبت نص كيلو وكان عندي فول عندي في البيت. نقعته وفصصت منه شويه عشان اعمل منه فول ماتشوس عشان احطه على الفول وانا بعمله. نقعاه من امبارح عشان يطلع ما في ماده فيه كده عشان يطلعها. نقعاه وغيرت له ميته بدل مره كم مره. وعندي الفواله اهي، هشيله بقى من الميه واحطه في الفواله زي ما احنا شايفين كده. صلوا بينا على النبي بقى، متنسوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حسب الله ونعم الوكيل في اللي بيغلوا الاسعار. ما عدناش عارفين نعمل ايه. يعني احنا بنعمل الفول، يعني احنا بنبعت نجيب ب5 جنيه فول، قول ايه ما يجوش نص كوبايه. لا عليه بقى نعمل في البيت احسن. هي كده كده خربانه اصلا. اهم حاجه اما نيجي نعمل الفول انا مش هحط عليه اي حاجه، هو فول بس. في ناس بتحط عدس عليه وتحط حبه رز وبتحط طماطميتين. لا احنا هو الفول معروف ان هو فول مدمس ما بتحطلوش حاجه. في ناس بقى حابه تنكهه او تحط له اي حاجه من دي. انا ما برجحش الكلام ده لانه ما بيغيرش. ده انضف انواع الفول على فكره، مش في فول غامق اللي هو زي ده زي ده اهو. شوفوا الحبايه دي. طيب شايفين الفرق ما بين دي ودي؟ انا بحب اجيب الفول اللي انا هدمسه، احب اجيبه من اللي هو الفاتح. ما بحبش الفول الغامق لان بيبقى لونه اسود وبيغير لونه كده، لكن ده بيفضل على لونه. هنصلي بينا على النبي كده وهنزوده ايه؟ تزوديه ميه سخنه، ما بيتحطلوش الا ميه سخنه بس. هنا بقى علشان اللهم صل على النبي الكاتل بتاعي بايظ فالجيش بيقول اتصرف. سخنت ميه على النار وهزوده اهو ميه سخنه. احط له ميه سخنه وهرفعه على النار يغلي معايا على النار. ساعة ما يغلي ههدي عليه النار خالص
ههدي على النار خالص اول ما يغلي. وبعد كده اما اجي ازوده هزوده اللهم صل على النبي ميه سخنه. يعني انا هحطه على النار هيغلي معايا غلوه، ههدي على النار يقعد بقى ساعتين 3 4 على حسب ما هيستوى معايا، بس يكون على نار هاديه عشان ما يلدعش منك ويبقى تسويته حلو. هتلاقيه معاكي زي الزبده. والحاجه بنعملها في البيت ضامنينها وعارفينها زي ما انا قلت لكم قبل كده. هسيبها على النار لحد ما يستوي براحته خالص، وكل ما تنشف ميته هزود له ميه سخنه. انا بحط على الوش كده على مكان الغطا بحط كنكه فيها ميه، فالميه بتسخن مع من حراره الفول، فبزود بيه بدل الكتل عندي بايظ. هحطها على النار ومش هوريكم بقى الا لما يستوى ان شاء الله. وصلوا بينا على النبي كده في الكومنتات ولايك واشتراك وفعلوا لي زر الجرس. ويلا استنوني بقى لما اوريهولكم. وادي الفول بعد ما استوى اهو، بسم الله ما شاء الله طلع معايا. بصوا عامل ازاي، شفت سواه عامل ازاي ما شاء الله حلو ولونه مش غامق. نعبيه بقى مع بعض، هو هدي شويه مش سخنه قوي يعني. نعبيه مع بعض كده ونحطه في الفريزر يطلع على قد الفطار. بسم الله. انا مش عايزه اكتر علشان يعني يتاكل على طول. بسم الله. اهو شايفين الكيس ده والله احنا بنجيبه ب5 جنيه، والله بجيبه ب5 جنيه. حاجة انت عاملاها في البيت ونوع فول نظيف وبألف هنا وشفا يا رب. طبعا احنا عارفين ان الاسعار غالية، فاحسن ان انت تعملي كل حاجة في البيت بقى. احنا كلنا منه على فكرة النهاردة تاني يوم. بصوا ادينا انا عملت الفول بتاعه كيسته، ودي اخر حاجه بقى هعمله قدامكم اوضبه. انا واخده حبه صغننين على قدي. اول حاجه كده نعصر ليمونه حلوه كده، حبة بابريكا، حبة كمون، ورشة صغننة فلفل اسمر بالملح، ونقلب بقى. حابة تحطي طحينة حطي، انا مبحبوش بالطحينة للأسف، لو عملته بالطحينة مش هاكل. حبة بقى زيت على الوش ولا راح فين. حبة زيت كده حلوين على الوش. الكاميرا ايه اللي جرالها، ثواني بتاع ادي حبة زيت اهو. شايفين شكله عامل ازاي، شايفين ما شاء الله تحفة. وادي النتيجة النهائية دوق بقى معايا ما شاء الله تحفة. والله احسن من بتاع بره، والله العظيم احلى من بتاع بره. شايفين عامل ازاي،
تعالوا افطروا معايا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. حاجه بسيطه من البيت احسن من بره. صلوا بينا على النبي كده وشجعوني باللايك والشير. ده البخار اللي ورايا ده معلقه على حاجات على النار. شجعوني باللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا خشوا شوفوا طريقتي في عمايل الفول عامله ازاي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. ويلا خشوا كملوا الفيديو بتاعي.